تفضل. لمن نوبة مواويل الرعاة إذا عزفوا من أنين جراحهم، شموخ مشكاتها، لون الكحل في عيون بناتها، رائحة القهوة في فناجين الصباح، صوت فيروز يصدح في المشرب الجامعي، ودرويش يقرأ الجدارية واقفا، وفتاة يعذبها الشعر تلقي على مسامعه قصيدة: سأهديك عمري إذا ما أعدتني طفلة وفراشة وسنبلة. شكرا. ماذا أيضا سأقرأ؟ نحب نقرأ حاجة عن شنو قول؟ شكون ما يحبش؟ هي للأسف قديمة برشا مانيش حافظتها بالإنجليزي، نقراها بالكتاب. رسالة إلى أمي في الصفحة 68. رسالة إلى أمي: انتظريني على نوافذ الفجر والأشكال والألوان. سأعود حين تلفظني أسوار المدينة وأغنياتها الحزينة. باب البحر يحرس صمتي، ترتديني النوارس العطشة، فلا الوقت وقت ولا التاريخ تاريخ. انتظريني، سأعود مثقلة بأشجاني، بدمعي، بأحزاني. سأعود وألمي في لون الليل، تبعثرني خطواتي، يهدهدني صمت المدينة، يسكرني سكونها، والزمن مدينة خافقة بالتعب. انتظريني، وحين أعود احضنيني، شديني بسنابل الصبر، خضبيني بضفائر العطر. دعيني أنام في ممرات روحك قبل أن تحين مواسم الظلام، فكل المساءات الحزينة اخضرار لحلمي ودمعي. انتظريني حتى احتضار الشمس، وحين أعود صامتة كوطني، ينبت الحزن من حزني، تزهر في روحي سنونوة شاردة. وحين أعود عالية كوطني، مدي لي قلبا حريريا، يمسح عني كهولتي، يزرع في طفولتي. انتظريني وخبريهم أنني لا أكون كما يكونون، وأنني سأكون كما لم يكونوا، وأنني لن أبيح أحلامي أو انفصال اللحن عن كلامي. وحين أعود عالية كوطني، دع الرحيل يبتعد عن أسوارنا، عن أغانينا، ولا تتركي مدينة الضياع قاحلة منك، ولا تتركينا. شكرا.